مرحبا بكم من جديد. نهار الأحد باش يكون لقاء قمة ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، ولقاء بطبيعة الحال الناس كل تستنى فيه. النادي الإفريقي 27 ألف متفرج، هذوما مضمونين باعتبار أنه تذاكر الكل تم بيعها، معناتها فما تقريبا 27 ألف متفرج من النادي الإفريقي باش يكونوا حاضرين في ملعب رادس. الأهم من المقابلة هو دخلة المباراة اللي باش تقوم بها النادي الإفريقي. بطبيعة الحال الترجي الرياضي التونسي رفع السقف متاع الدخلة إلى أقصى درجته بعد الدخلة الأخرانية قدام الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا. بصراحة دخلة الترجي كانت دخلة عالمية، حكاوا بها في القنوات العالمية الكل. فالنادي الإفريقي نهار الأحد باش يكون مطالب بدخلة تكون هي بيدها في نفس مستوى النادي العريق. بطبيعة الحال حسب المعلومات اللي عنا من مصادر موثوقة في النادي الإفريقي باش تكون فما دخلة كبيرة ودخلة حلوة برشا للنادي الإفريقي في ملعب رادس. باش تكون زادة كيف دخلة، ونتوقع أنه باش تكون القضية الفلسطينية محور الدخلة هذه، باعتبار أنه الملاعب التونسية ما تنجمش تخلو من القضية الفلسطينية. فالأكيد أنه الناس كل باش تنتظر دخلة النادي الإفريقي وباش تشوف، وباش يكون فما مقارنة بطبيعة الحال مع دخلة الترجي الرياضي التونسي. لكن إن شاء الله تكون القضية الفلسطينية محور دخلة النادي الإفريقي كما كانت مع الترجي الرياضي التونسي، وتكون حديث وسائل الإعلام عبر العالم، لأنه النادي الإفريقي نادي عريق ويستحق أنه يكون عنده دخلة قوية برشا.